5 S4 S5 S4 S5 S4 على اساس ايه بقى ان شاء الله؟ على اساس كل حاجه. على فكره الفرق بيني وبينك مش كبير خالص يعني. طب مبدئيا الشاشه بتاعتي اكبر من الشاشه بتاعتك، انا 5.1 بوصه. فعلا. فالواحد من 10 بوصه ده هو اللي عامل فرق فظيع. على فكره بقى الواحد من 10 بوصه ده مخلي كثافه البكسلز عندك اقل كتير. طب ما طبيعي ان الشاشه بتكبر فكثافه البكسلز بتقل، بالظبط. وما قلتش بالدرجه الجامده يعني على فكره، ولا هتفرق في الوان ولا تفرق في دقه ولا تفرق في اي حاجه. طب اوكي، احب اقول لك ان انا عندي 2 بروسيسور كواد كور 1.2 و1.6. انا عندي واحد بس بروسيسور كواد كور 2.5 جيجا هرتز، بس مش معنى ان انت عندك اثنين ان انت هتجمعيهم الاثنين على بعض والمجموع يبقى ده سرعه الجهاز بتاعك، ما بتمشيش كده على فكره. والفرق بينهم في السرعه على فكره مش جامد يعني. ماشي اوكي. الرامات بتاعتك قد ايه؟ 2 جيجا بايت. 2 جيجا بايت زيي. طيب اوكي ماشي. انت الميموري بقى عندك قد ايه؟ عشان انا عندي ميموري 16 و32 وفي اكسترنال ميموري لغايه 64. لغايه كام؟ 64. انا عندي الميموري بقى 16 و32 واكسترنال ميموري لحد 128 مش 64. اوكي. الباتري بتاعتك قد ايه؟ 2600. انا الباتري بتاعتي 2800 ملي امبير، زائد ان انا عندي حاجه اسمها ستاند باي مود، طبعا انت عمرك ما سمعت عنه في الاس 4، وهو ان انا لو الموبايل بتاعي فاضل فيه 10% بس في البطاريه بعمل ستاند باي مود وبفضل شغال بالموبايل لمده 24 ساعه من غير ما الموبايل يفصل. انت بقى الاوبريتنج سيستم عندك ايه؟ ما بلاش، الاوبريتنج سيستم عندي كيت كات 4.4.2. انت بقى الاوبريتنج سيستم بتاع حضرتك ايه؟ جيلي بينز 4.2. لسه عايشه في الجيلي بين مع الاس 4 مع على فكره يعني ما تزيدش قوي عشان الابديت نزل خلاص. الابديت نزل خلاص. طيب ماشي، بقى عندك كيت كات يعني. طب مبروك. بالنسبه للكاميرا بتاعتك بقى؟ عندي فرونت كاميرا 2 ميجا بكسل والمين كاميرا 13 ميجا بكسل، والاثنين بيصوروا فول اتش دي على فكره. طب تعالي لي بقى في الكاميرا. انا عندي الفرونت كاميرا 2 ميجا بكسل بتصور فول اتش دي. الكاميرا بقى اللي ورا اللي انت شايفاها دي 16 ميجا بكسل بتصور يو اتش دي. عمرك سمعت عنه في الاس 4؟ اليو اتش دي عامه يعني الدقه بتاعته اعلى من الفول اتش دي بكتير جدا، ده رقم واحد. رقم اثنين انا عندي حاجه اسمها سيلكتيف فوكس، سمعت عنها في الجالكسي اس 4. سيلكتيف فوكس ان انا ممكن وانا بصورك دلوقتي كده اختار ان انا اعمل فوكس على وشك والحاجات اللي وراك تبقى بلور زي البروفيشنال كاميرا بالظبط. ممكن انا اختار ان انا العكس. عندي الاوتو فوكس في 3/10 جزء من الثانيه. عندك على فكره بقى لازم تعرف ان اليو اتش دي ده مش هتستفيد بكتير، عشان حتى لو عندك كونتنت يو اتش دي مش هينفع تعرضه غير على شاشات معينه، والشاشات دي غاليه جدا. ايه المشكله يعني؟ اللي عايز يشتري موبايل وعايز يشتري له حاجه عشان يشغلها عليها يشغلها عليه، مش مشكله. طب تعالي في الابلكيشنز كده. عندك الاس هيلث؟ لا. تعرفي تقيسي الهارت ريت بتاعك؟ شايفه ده؟ ده اسمه هارت ريت سنسور. بحط ايدي كده واقعد وافتح الاس هيلث بتاعي ويقيس الهارت ريت بتاعي. دلوقتي انت ممكن تحطي لوك كود او باترن او اي حاجه، ويجي بقى واحده صاحبتك تفتح الموبايل، يجي ابن اختك يفتح لك الموبايل. انا بعمل الموبايل بالفينجر برينت، بعمل لوك وان لوك بالفينجر برينت. انا الوحيد اللي ممكن افتح الموبايل واقفله. طبعا الكلام ده في الاس 4 انت لسه ما وصلتلوش يعني. بس اكيد يعني مش هنفتح الموبايل بالفينجر برينت هضحي بان انا ادفع سعر اغلى كتير للدرجات دي، لان الاس 4 لسه ب 4555 بس. المشكله يعني انا ال 3 جي الاس 5 3 جي ب 5777 وال 4 جي ب 6000. وبعدين انت بتتكلمي كتير ليه؟ ووتر ريزيستنت وممكن اسيبه نص ساعه كمان.